حظك برج العذراء، شو مخبالك اليوم؟ عم نحكي عن توقعات 24 نوفمبر من سنة 2022. عزيزي مولود العذراء، طبعا اليوم مولود العذراء عم بيكون عنده تحديد لبعض الاختيارات والاختبارات الجيدة. هيدا اليوم عم بيكون عندك عدة اختبارات، منها مهنية منها مالية، عم تحتاج اليوم لتبذل جهد إضافي لتصحح بعض الجوانب. عم تتخذ اليوم خيارات سليمة في الأمور مهمة، ممكن تساعدك هذه الأمور لتجنب بعض المشكلات. لمولود العشرية الأولى اليوم عم تكتسب الاحترام، فاليوم بالنسبة لك عم تتمكن من الوصول لفرص جيدة، عم بتحاول اليوم انك تتأمل كتير، عم بتحاول اليوم انك تحقق ربح مالي. اليوم بالنسبة لك تحتاج منك إصلاح خلافات ما بينك وبين شركائك المهنيين. لمولود العشرية الثانية عم تحتاج اليوم انك تكون حذر اكثر في بعض الامور تتعلق بالسفر، فاليوم عم بيكون عندك ميزات مهمة جدا. عندك اليوم فرصة يكون عندك مصدر تمويل اخر، فمتوقع اليوم انه يساعدك هيدا الشيء لبدء مشروع جديد. مولود العشرية الثالثة اليوم عم يكون عندك وقت عم تتعرض فيه لبعض الأحداث، فاليوم في تكاليف غير متوقعة ممكن تحصل عندك. طبعا اليوم بالنسبة لك لازم تحافظ على إنفاقك، تحافظ على دخلك، حاول اليوم أنك ما تقلق بشأن صحتك، ما تقلق بشأن صحة الآخرين. لمولود الشيء الثالث عم تسبب اليوم عندك بعض التوترات في منزلك، بأنك تاخذ قرار إيجابي واضح ممكن يدعم هذا القرار بعض الفرص المالية عندك. طبعا اليوم رح يكون عندك وقت مناسب ليكون في تأثيرات إيجابية في حياتك اليومية. اليوم بالنسبة لك يوم جميل، يوم عم بيساعدك لإنشاء أحداث مهمة. بإمكانك اليوم أنك تتخلص من بعض العقبات والتوترات. طبعا اليوم على الصعيد العاطفي عم بيكون عندك وقت جيد لتحسن حياتك الرومانسية، عم بيكون عندك وقت جميل جدا لتبدأ من جديد. طبعا اليوم بشكل عام العلاقات العاطفية عم بتكون جيدة، عم بتكون إيجابية، عم بيكون عندك فرص جميلة جدا عم بتساعدك لتطبيق بعض الجوانب الهامة، سواء كان من مال من عمل بشكل عام. أما أمورك العاطفية فاليوم تحتاج منك أنك تساعد نفسك لتطبيق حدث جيد أو خبر جيد أو خطوة باتجاه علاقتك العاطفية. هيدا اليوم بالنسبة لك عم بيكون شريكك العاطفي متوتر نوعا ما، فحاول اليوم أنك تاخد أفكاره وتاخد قراراته على المحمل الجد. اليوم سعيك وراء العلاقة العاطفية واستقرار هذه العلاقة هو فرصة جيدة لتعيد بناء هذا الارتباط من جديد. بتمنى لك طبعا رقم حظك الرقم 6 ولون حظك اللون الأزرق. بتمنى لك يوم سعيد.